السلام عليكم متابعينا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وتعتبر حل لمشكلة لأنه وصلني كتير تعليقات صراحة عن فيديو الملفوف أو فيديو الكرنيب. بعض الناس بتسميه إنه طريقة التقطيع عم نكب نصها عبفرط بقلب الطنجرة إذا عملناه بهالطريقة وما سكرناه من الحراف. فاليوم إن شاء الله نحن شغلتنا نلاقي حل للمشاكل ونقدم لكم إياها بأسهل طريقة. خليكم معي وتابعوا الفيديو. واول شغله بنساويها رح اجيب طنجره مليانه مي احطها على الغاز طبعا مشان سلق الملفوف. هلا جبنا راس الملفوف، وراس الملفوف لما بتنقوه او بتجيبوه من السوق حاولوا انه يكون راس الملفوف عروقه ما ظاهره كتير او ما يخشن كتير، لانه على اللف تعبكم. مثل ما انكم شايفين هندستها هيك نظريا وقصيتها تقريبا فيكم تقولوا 30% ب 30% نسبه وتناسب من الاحراف، وبخلي النسبه العريضه او 40% من الوسط، لانه الوسط ما له حراف او حد مايل هيك، فبيجي معكم بنفس الحجم على اللف مثل ما انكم شايفين. وان شاء الله هيك يكون حلينا اول مشكله يلي هي هدر الملفوف. وبالنهايه يعني حتى بهالطريقه هي اخواتي راح نضطر انه نشيل عروق من جوا، العروق الكبيره راح تروح يعني، بس طبعا نحن بنستخدمها بغير طبخات ما بنكبها حفاظا على النعمه، بس اوفر واضمن صدقوني من كتير طرق استعملتها قبل هيك. هلا راح انزل املح المي وانزل الملفوف. طبعا طريقه سلق الملفوف هي نستنى المي لتغلي من ملحه وبعدين بننزل الملفوف طبعا بعد القص. في ناس بتنزل الملفوفه كلها وانا ما بنصح هيك لانه بشقف معكم كتير، وخاصه للناس اللي عم بتساوي محشي الملفوف اول مره. هاي الطريقه بتكون اضمن لكم بكتير. مثل ما انكم شايفين هلا راح انزل نص الكميه وراح اغطي عليه مده السلق 3 دقائق مع غليان المي، يعني بتقلب المي فوقهم 3 دقائق بس، وبنفتح بننزل او بنشيلهم على مصفاية او على صينيه ما بتفرق. الافضل يكون في مصفاية طبعا هو، بس انا الصراحه ما عندي مصفاية تساع بهالحجم، يعني نحن عيله صغيره اصلا ما بنستعمل احجام كبيره. المهم الدفعه الثانيه نفس العمليه، وهلا بنجي على الحشوه. وبالنسبة للحشوة راح انزل الرز، طبعا الرز مغسول مو منقوع يعني من دون نقع. نص كيلو لحمة يفضل تكون مدهنة بتعطيكم طعمة اطيب. بصلة مفرومة ناعم. اخواتي طبعا في الحشوة ناس بتختلف من ناس لناس، في ناس بتستعمل الكزبرة الخضراء، في ناس بتستعمل بقدونس، في ناس بتستعمل شبت. انا بصراحة ما بفضل الورقيات بقلب الحشوة. مثل ما انكم شايفين حطيت المكونات: توم، دبس فليفلة ودبس بندورة معلقة او معلقة، ملح، فلفل اسود، فليفلة حمراء ناعمة، وزيت نباتي، ومنحرك. وهلا بنجي لمرحلة لف اليبرة او لف الملفوف. نحن ما بنسكر الملفوف من الاطراف مثل باقي اليبرة او مثل يبرة العنب مثلا، بنعيفه مفتوح من الاطراف، والكمية لازم تكون كتيرة شوي، مو مثل كمان اليبرة اللي هو الورق العنب، يعني ما عاد اعرف احكي انا. مثل ما انكم شايفين الكمية بتكون كبيرة. هلا رح اسكره هيك لف، وما في داعي نسكر من الاحراف. شايفين هيك مثل يعني بتكون كلها سحبة واحدة. ليش ما بنسكره من الاحراف؟ لانه الملفوف سميك، بعدين بتصير كمية الملفوف يعني مثل اذا عم تاكل ملفوف طابة وبقلبها 4 5 رزايات. فهيك هي طريقة لف الملفوف الصحيحة، بتكون كمية الرز معتدلة مع كمية الملفوف. بالنسبة لانه ممكن انه تسألوني انه ما بفلت بقلب الطنجرة، لا ما بفلت، بس شوفوا انتم طريقة التطبيق بقلب الطنجرة اعملوها بنفس الطريقة او طبقوه بنفس الطريقة، وراح تحصلوا ان شاء الله على نفس النتيجة. وهيك اخواتي هلا بعد ما خلصنا الملفوف ورصيناه مثل ما انكم شايفين، هيك مستحيل انه يفك معكم او يفلت معكم بقلب الطنجره، خلص تربط ببعضه. هلا بنجيب ميتنا بننزل فوقها معلقه من الدبس، وبننزل فوقها بس ملح. في ناس بتحط هون بهالمرحله حمض ونعنع. انا كنصيحه الحمض لا تحطوه، بيعطي طعمه مرار، الحمض ما بنطبخ. النعنع شيء اختياري، انا ما بضيف نعنع. هلا راح اضيف المي، وعيار المي مثل ما هلا راح تشوفوا. لازم بس تغمر المحشي او تغمر اليبرة بشي بسيط جدا، يعني ب 2 ميلي فيكم تقولوا او 3 ميلي مثل ما انكم شايفين هالمقدار من المي وبس. هلا بسكر وبحط على الغاز على نار عالية نوعا ما لحتى تغلي المي، وبعد ما تغلي المي بوطي عليها تقريبا لنص الوسط وبعيفها تستوي براحتها.
وهيك بعد 40 دقيقة اخواتي من الطبخ صار معي الملفوف جاهز، او فيكم تقولوا اكلت تقريبا شي 45 دقيقة، والله ما عيرت منيح. المهم يعني هي مي شرط رح تعرفوا انه استوى. مثل ما نكون شايفين عيار المي جيب محله، الملفوف مستوي ما شاء الله، نزل نيفة. شوفوا على الطبق، اشتهيت كل معي. بس هيك، هي كانت النتيجة الأخيرة اخواتي. يعطيكم الف عافية، شكرا على المشاهدة. لا تنسوا تسووا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله. جيبي 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 جيبي. سروش تعال.